السلام عليكم، اش اخباركم؟ كيف دايرين مع هاد الحراره؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا عصير منعش بكميه عائليه بزوج حبات ديال البرتقال وحبه ديال الحامض. كيجي اكثر من رائع وجد اقتصادي، ما يحتاجش انكم تعصروا البرتقال كميه كثيره، فهذا كيطيح عليكم اقتصادي وسهل وفي الساعه كيوجد وبواحد الكميه اللي معقوله. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وبسم الله، عندي حبه الحامض اللي كتكون كبيره، كنقشروها وكنخليو لهذيك القشره البيضاء. هنا عندي جوج حبات ديال البرتقال، طبيعه الحال غسلته وقشرته. كنجيبوا الخلاط، من الاحسن يكون هذا ديال الكاس لانه كيطحن كلشي مزيان. الا ما كاش متوفر عندكم كتستعملوا اي طحانه. هنا كنقطعوا البرتقال، ما يحتاجش اننا نقطعوه صغير او نحيدوا له العلفه، كنقطعوه وكنحطوه مباشره في الكاس. نفس الشيء غادي ندير مع الحامضه، كذلك غادي نقطعها ونحطها فوق البرتقال. بالنسبه للحامض انا استعملت هذه كبيره، يمكن لكم تستعملوا زوج الا كان عندكم صغير، كتستعملوا جوج باش هكا كيجي داك المذاق ديال الحامض مركز. هنا من بعد غادي نزيد نصف لتر د الماء اللي كيكون بارد مزيان، كنزيدو فقط نصف لتر ديال الماء وغادي نطحنوا الكل مزيان. كنطحنوه مزيان حتى كنشوفوا ان كل شيء تطحن. انا هنا الطحانه ما بانتليش في التصوير، فغادي نديه وغادي نخليه كيتطحن مزيان مزيان. من بعد ما طحنته كنصفيه. هنا صحاب لي التليفون راه كيصور، هو تقطع التصوير. المهم هنا من بعد ما طحنته مزيان كنجيبو هكا شي صفايه وكنصفيوه. ضروري اننا نصفيوه لان ديك العلفه اللي كانت في الحامض وفي البرتقال كتطحن وكترجع يعني طروفه صهر، فضروري كندوزوه في صفايه. من الاحسن الا كانت عندكم شي صفايه العينين ديالها هكا كبار، في السا غادي تعاونكم. واخا ديروا كميه كثيره في السا كيتصفى. انا عندي هذه اللي عندها العينين شويه صغار، فبديت كنحك هكا بهذا الشكل باش كينزل كلشي داك العصير وكتبقى لنا غير ديك الجلده وديك العلفه من الفوق. صافي من بعد كتبقى لنا هاد الجلده اللي طحناها ومع دوك مع داك العلفه. صافي هذا كنلوحوه، كيبقى لنا غير العصير. هنا انا غادي نقسمو على زوج لان غادي ندير جوج انواع ديال العصير، يمكن لكم تخليو غير واحد على حسب اللي بغيتو. فانا غادي نقسمو على زوج، غادي ندير النص في الخلاط، غادي نزيد له هنا حبه ديال المونغ اللي قشرتها بطبيعه الحال، كنقطعها هكا طروفه وكنزيدها. بالنسبه للفواكه زيدوا الفواكه اللي متوفره عندكم على حسب الفواكه الموسميه. دابا المونغ موجود والثمن ديالو رخيص، ممكن ديروا الخوخ، ممكن ديروا شهديه، ممكن ديروا اللي بغيتو. الفريز اللي متوفر عندكم. هنا كنزيد زوج معالق فقط ديال السكر. الحلاوه كتجي هي هذيك لان المونغ حلو. من بعد غادي نديه وغادي نطحنو مزيان مزيان مع داك المونغ وداك السكر. هنا من بعد ما طحنته كيرجع بحال هذا الشكل. وهنا عندنا العصير ديال المونغ خاتر رائع جدا. ما يحتاج كيف ما ذكرت انكم تعصروا البرتقال بوحدو وطحنوه مع المونغ، فقط كنديروا ديك الطريقه اللي درنا في الاول وكتطحنوا معها الفواكه اللي بغيتو. انتما كيجي خاتر. الا بغيتو تزيدوا فيه الماء ممكن انكم تزيدوا، انا غادي نخليه غير هكا. الا كنتو بغيتوه يكون شويه خفيف ممكن انكم تزيدوا الماء بارد تقريبا واحد الكاس باش كيجيكم شويه خفيف. هذا هو العصير ديالنا الاول. خرج لنا ايطرو ديال العصير ديال المونغ وغادي نخليوه جانبا. هنا النصف الاخر غادي نزيد له الموز. هذا العصير هذا كيجي رائع خطير في المذاق. غادي نزيد له غادي نديروه في الخلاط، ومن بعد غادي نزيد له جوج حبات ديال البنان اللي كيكونوا طايبين. هنا كنزيد له البنان، راه تاكسد فاش قشرته. الا قشرتوه وخليتوه كتعصروا عليه شويه د الحامض باش ما كيتاكسدش. كنزيدو لداك العصير ومن بعد غادي نزيد واحد الياغورت فاني اللي كيكون كريمي. هاد العصير كيجي رائع كيف ما ذكرت، جربوه راه كيجي زوين بزاف خصوصا الا كان بارد مزيان. من بعد كنزيد واحد الحبه ديال الحامض اللي عصرتها، كيجي مركز بداك الحامض مع داك المذاق ديال الفاني. وهنا كنزيد جوج معالق ديال السكر. دائما السكر كيبقى على حسب الذوق، لكن هاد الكميه هذه كتجي هي هذيك، ما كيجيش حلو بزاف وعاود ما كيجيش باسل. صافي غادي نطحنو مزيان مزيان حتى كيتطحن. وهذا هو الشكل ديالو. هذا كيجي منعش ولذيذ بزاف.
تقريبا خرج لنا هنا إيترو كذلك. وهكذا كنخرجوا بجوج حبات ديال البرتقال وحبه ديال الحامض، زوج إيترو ديال العصير. كيف ما ذكرت ديروا الفواكه اللي متوفره عندكم واللي بغيتو، الخوخ، الشهديه، الفريز، الفواكه الحمراء اللي عندكم. هنا كاقتراح كذلك درت هنا واحد حبه ديال البرتقال مع نصف حامضه، طحنتهم بنفس الطريقه، من بعد درتهم هنا في الخلاط، صفيتهم ودرتهم هنا في الخلاط، وغادي نزيد لهم فواكه الحمراء اللي كانت عندي في المجمد. هذا العصير كيجي رائع جدا. ممكن ديروا غير الفريز بوحدو، ممكن ديروا الخوخ حتى هو كيجي رائع. انا هذا ما غاديش نزيد له السكر، غادي نخلي ديك الحلاوه ديال الفواكه الحمراء فقط. ممكن تزيدوا السكر الا بغيتو. صافي كنطحنو مزيان، غادي ندير الميكسور وغادي نخليه كيتطحن مزيان مزيان حتى كيتخلط مزيان اولا كيرجع عصير. خصوصا عندي الفواكه الحمراء مجمده، فكنخليوه كيتطحن مزيان كياخذ الوقت. من بعد كيصبح بهذا الشكل. وهنا عندي كذلك يطرو ديال عصير الفواكه الحمراء. هادو هما العصائر اللي حضرت معكم اليوم. القاعده هي مهمه اللي درنا في الاول، كديروا كميه ديال البرتقال مع نصف الكميه ديال الحامض، ومن بعد كطحنوا مع الفواكه اللي بغيتو. هكا كيجي جد اقتصادي وسهل في التحضير. ما يحتاجش انكم تعصروا البرتقال بوحدو اللي غادي يدي لكم واحد الكميه اللي هي كثيره، ومن بعد عاد طحنوا مع الفواكه. من بعد كنديروهم في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان وكنقدموهم باردين. شوفوا هذا ديال المون كيجي خاتر، كذلك هذا ديال الفواكه الحمراء. كيف ما ذكرت الا بغيتوا كميه كثيره او العائله كبيره وبغيتوا العصير يكون شويه خفيف، ممكن انكم تزيدوا شويه ديال الماء اللي كيكون بارد مزيان، او لا العصير الحامض اللي كيتباع جاهز اللي بغيتوا. كذلك بالنسبه للحلاوه نتوما كتحكموا فيها، بغيتوا العصير يكون حلو بزاف ممكن تزيدوا الكميه، الا بغيتوه كذلك ما يكونش حلو كتنقصوا الكميه. انا كنستعمل 2 معالق في ليطرو، كتجي الحلاوه هي هذيك، ما كيجيش حلو بزاف وعاود ما كيجيش مسوس او لا المذاق ديالو كيجي باسل، كيجي المذاق هو هذاك. كنتمنى انكم تجربوهم تبردوا بهم في هذا الصيف هذا، كيجيو رائعين وخفافين ولذاذين وساهلين. هذا ديال المونك كيجي القوام ديالو ثقيل، كذلك هذا ديال الفواكه الحمراء حتى هو كيجي رائع في المذاق. داك المذاق اولا ديك الحموضه ديال الفواكه مع الحامض كتجي رائعه. وهذا خلاص هذا المذاق ديال الفاني مع الموز وكذلك الحامض. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه.